جماعة الخير عجلوا بالتعزير، ان صدتوهم بسرعه، بحيناتنا 5 سنين 7 سنين والله بتحكموا فيهم، ترى ماكو فايده، ناس تنسى ما راح اذا ما تعجل في اخذ القرارات هذه حتى تكون عبره لمن اعتبر. واعتقد شكلوا دائره خاصه طبعا مشكور وزير العدل على سرعته، وكذلك اخوان القائمين على هذا الجهاز تشكيل دائره خاصه في قضيه متابعه الملف الامني هذا. زين، بس سالتني سؤال مهم جدا. شنو هو؟ الكاميرات. انا برجع للكاميرات اليوم، انا شيء يمكن بلاحظ اليوم، انا كنت خلال بعد الانفجار رحت اكثر من مسجد يعني، وكانت هنالك في بعض الجمعيات جزاهم الله الخير التعاونيه ساهموا للمساجد بهذه الكاميرات. ممتاز. بعض الاخوان التجار ساهموا، ولكن هذه المساهمات لا بأس فيها، ولكن لابد من الاستعجال من معالي وزير الداخليه، وهو انا اعتقد انه كان تفوق على نفسه في هذا الحدث، تفوق على نفسه، وكذلك القياديين يعني شيء ريكورد هذا، انك انت تسير خلال 48 ساعه تجيب المجرمين بهاللغز واكتشاف خلايا اخرى طبعا، وتقديم معلومات لدول استفادت منها. طبعا شوف هذه المنظومه الامنيه في الكويت هي رساله للكل، اكثر من رساله طلعنا بالعمليه، احييك فيها بالمختصر. المهم اللي بوصل، انا اتمنى وزاره الداخليه الاخوان المتطوعين، هذا متطوعين عنده الصيف واللي عنده شغله، فبالتالي العمل التطوعي يعني لك مو بقول لك عليه، محتاج الى دعم لوجستي من وزاره الداخليه، في ناس منظمين مدربين يتشاركون مع المتطوعين حتى يسوون المنظومه الامنيه المتكامله. حلو. هذا واحد. اثنين، الاسراع في قضايا الاجراء الاحترازيه، هذا من وزاره الداخليه. ملفات كبيره. حلو. بروح على قضيه مهمه، قضيه الوحده الوطنيه، وبنتكلم معاك بكل صراحه. تفضل. احنا داعش، ربع داعش، انا اعلم بهذا المكان فاكثر من 3 سنوات وانادي بخطوره داعش وحتى حزب الله. اقول لهم يا جماعه كلنا كويتيين، لا يجب ان نتبع احزاب معينه دينيه في الكويت، التطرف الديني بكل المذاهب مرفوض. داعش كانت تشتغل بالكويت، وكنا نشوف السيارات اللي تاخذ تبرعات توديها العراق وسوريا، وكنا نشاهد تبرعات الاموال، وكنت انتقد الاخت هند الصبيح واقول ما يسمح لتبرعات نجهل وين قاعد تروح فلوسنا. وقلنا في جمعيات ومكاتب حتى تسجيلات في حولي وبالسالميه وبخيطان تبيع عليها مصاحف ويتم تجميع الاموال وبعثها الى مصر ودول اخرى. التبرعات لجمعيات نجهل من هي. وجود افراد واعلانهم بشكل رسمي انهم يدعمون ناس معينه. الشخص اللي طلع وقال جهزوا لي 10 انحرهم، اللي قال ما اعرفش ايش من التطرف، واللي عاوز يغادر الكويت يروح دوله قطر، اللي 3 سنوات واحنا نشوف الشر تنمو، شجره الارهاب تنمو في هذا البلد. وينكم كنواب؟ وينكم كحكومه؟ وينكم كشعب؟ وينكم عايزنا واحنا نتكلم؟ يوم حصلت الطامه في مسجد الصادق فتحنا عيوننا. الحين عرفنا انهم متطرفين ويبون الشر لهالبلد. ليش ما في محاسبه؟ خلينا نقف على مسبباتها في البدايه. نسمع المسببات. طيب، اكو مسبب خلينا نقول هذا جذري ويبي له شغل وايد عشان تعدله، واكو مسبب وقتي زمني يعني الكويت خلى الامر يستفحل. ابي منك الصراحه. البليفز، ماذا تعتقد؟ القناعات الموجوده عندما تعتقد. شوف الامام علي سلام الله عليه عنده قول واضح، ينظر للإنسانية، يقول انظر إلى أخاك، أما أخ لك في الدين، هذا الإنسان أمن يكون أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه النظرة الحقيقية، هذه نظرة الإسلام الحقيقية. لا تنظر إليه بأن منتمي لهذا الطرف أو لذاك الطرف فأنا وصلنا مرحلة إن بدينا نفضل اليهود على أبناء خلينا نقول المسلمين، حتى من طائفة الشيعة كان الشكل. وصلنا لهذه المرحلة. أنا أرجع في الصورة هذه كلها. طبعا شوف، الاعتقاد والثقافة هي جزء كبير جدا، وأظن الجميع متفق أن الثقافات اللي هي ترى لهذا الإنسان أن تقتله
بلا ما تقول الكلمة الطيبة والكلمة السوية، تعالوا إلى كلمة سواء يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة السواء، تعالوا ادفع بالتي هي أحسن، الآيات كثيرة، تعالوا تفاهموا. يبا هذا ماشي بالدرب، كيف هو ربه؟ دخلت هو الله ربه بحاسبه، تريد أن تجيبه عندك، وإذا ما تجيب عندك اعتبر خصمك، لا وقتلك، هذا اللي مو غير مقبول. هذه الثقافات دخلت في الكويت بدأت تترعرع. تعرف وين عزها؟ أنا بقول لك الشيء الزمني هذا، عندما حال استقرار الكويت بدأ في قضية ما شفته في الشارع، هذا نمت وياه هذه الأفكار بشكل كبير جدا. والله إني تفضلت كمساعد أسمعك تقول جمع التبرعات، أنا كنت في إحدى القنوات الفضائية وسئلت هذا السؤال، قلت ما له قانون، إحنا الآن قاعدين نسلط سلطة لناس معينين على سلطة الدولة، سحبنا صلاحيات الدولة، سحبنا صلاحيات وزارة الشؤون، سحبنا صلاحيات يا جماعة الخير ما تصير دولة مؤسسات. هذه الفترة الزمنية اللي ترعرعت فيها هذه الأمور، والشيخ في الوضع الإقليمي ياك عطاك إياه وما نقصر. أقول مني قاعد يعطي ويقضي داعش، ما صارت داعش كلها الأساطير العالمية والتركس ولا أقول والستلايتات العالمية مي قادرة، عندهم طيارات يعرفون الواحد وين راح، يلحقونه يليمونه. هذا التباطؤ كله من أمة الإسلام ومن أمة الخليج. الآن المكان هذا مكان الخصب اللي فيه النفط هذا مهم. ترى أحد المسببات الرئيسية اللي نشوفها احنا تدفع الناس هذه، أي ربيع عربي، أي بطيخ، أنا دمار عربي وصلنا فيه. أنا أقول لك بس صار شديد، الثقافات الموجودة، ثقافة إلغاء الآخر، ثقافة تكفير الآخر، أي من أي صوب، هذا خطأ جسيم في حق المجتمع وفي حق جيراننا. من متى وصلنا في الكويت يا جماعة؟ بس احنا كحكومة، الحكومة تتحمل، سكتت عن كثير. قلت لك حالة عدم الاستقرار. إذا ما هو موجود ما أنا دش أنا أعطيك أمثلة. واحد من الإخوان السياسيين النواب السابقين طلب الشيخ العرعوري للكويت، قلت له يا جماعة هذا قاعد يكفر مجموعة وقاعد يجمع تبرعات، خلوه ما يدرون أنه دش جواز سعودي، ما شلون دش، ما قصر وزير الداخلية بالليل يلا مع السلامة. زين منو يابه؟ من يؤمن بهذا الفكر؟ الحين يلا وينه؟ والله عجبني هذا شو يسمونه صاحب برنامج بالسعودية، قال روح هلك انت، ما نبي لا عرعور ولا غيره ولا بيحزنون. والله ابدع شو اسمه، والله اسمع على بالي وانا قادر اجيبه. على كل حال اللي بوصله الشريان الدولي، الشريان رحم الله والديك، هذا صراحة كان بعفوية صادقة. أبنائنا راحوا، قول لي بالله عليك هالتفجير صار بالكويت اللي صار بالسعودية؟ أقول لك شيء، اللي جاي بالكويت كويتي هذا اللي فجر نفسه؟ لا مو كويتي، قذي بثقافة لا. وين مدعين الإسلام مشربينه معطينا الحشيش هذا. يقول وزير الداخلية، يقول يوم فحصنا جسمه والدم والأمور هذه كلها، قال بوي كلها شبو، يعني مخدرينه. اللي قام بالتفجير مسجد الصادق، اي مسجد الصادق، يعني فحصوا دم لقوا انه شبو هذه المخدرات الامور كلها. اي دين انت تقول؟ فاحنا كذي نقول دائما، وقلتها في قبل رمضان، في قبل العيد، يا جماعه معظمهم هالمخدرات قاعد يخدرونهم ويعطونهم. انت يعني التفكير طبعا لاحظ الحين القضيه تغيرت الحين، حقهم ياخذون الشباب الصغار تو بالسعوديه اللي صعدوهم في الطايف، شاب صغير اللي ذبح خاله وهم مربيه، يلا تفضل، عمره 19 سنه وراح فجر نفسه. احنا نتكلم ان اردنا في هذا البلد خيرا، واقول ان اردنا في هذا البلد خيرا ولابنائنا لهم تكون لهم الاستقامه والاستقرار في بلد الله انعم عليه بخيراته، اذا احنا ما نسمو على انفسنا وكل واحد يكون حق نفسه مسؤول. اي والله هذا ولدي وين رايح؟ هذا الولد وين يدخل؟ وين رايح؟ مو معقول هذا اللي رايحين عن طريق الدول، بعض الدول، وبعدين رايح يجاهد ما ادري على قولته في دول اخرى، اخر شيء تلاقي متفجر تعال متبري منه، شو الفائده؟ بعد ما ذبح. في قضيه ثانيه خلينا نتكلم فيها بسرعه، ايضا هناك قضيه قنوات اعلاميه طبعا من الطرفين. نشوف قناه تحسب على نائب حالي في مجلس الامه يسب الصحابه ويسب امهات المؤمنين وتغذي على انها تحسب على الطرف المذهب الشيعي،
وبنفس الوقت هناك قنوات تذهب على المذهب السني ايضا تشتم، وهذه القناه معروفه. زين لماذا لا تتخذ قرار في هذه القناتين؟ شوف انا اقول لك يعني كل فعل رد فعل، خذها من بالاطراف كلها الموجوده. اي قناه مسؤوله في الكويت وتتخذ هذا الاجراء تسكرها، انتهينا خلصنا من الموضوع هذا، واضحين. الدوله تقويم انا بسالك سؤال، يانا احنا برميثيه قبل كم سنه بالشارع شارع الفلاحين انا اسميه، زين ما كل يوم الاسماء، شارع الملك فهد، شارع خلاص نسيت الاسماء، المهم وكل يوم برمضان وتدخل في هالامور هذه كلها. انا بسالك سؤال، الحين انا بدخل هذه كل منطقه الميثيه معروف عنها من ابناء الشيعه، بروح بالفلاحه واحط بنايه واحط فيها قال ما قال، هل هذا صح؟ هذا مو صح، لكل فعل رد فعل. احنا اذا ما نبتر هذه الامور من جذورها يصير هذه المشاكل. الحين وليش ما نتعايش مع بعضنا؟ احسنت. اذا نريد التعايش الحقيقي في الكويت يجب ان اراك بحديث الامام علي سلام الله عليه قلت لك عليه، اتعامل معك يا اخوي انا اذا انا ببيتي قاعد اصلي او في ما طقيت الباب عليك اقول لك تعال يا اخي، كل واحد يمشي في دربه والله سبحانه وتعالى يحاسبه. كابتن خليل احاسب كل شخص يخطئ ويتعدى على اطبق عليه القانون. طبعا احنا ليش نسكت عن طرف ونطبق على طرف ثاني؟ هذه القنوات اللي تفضلت فيها الاعلاميه والقنوات اللي تؤجج الطائفيه تؤجج طاعون العصر نعم. يجب ان تجتذ كان من يكون ورائها. ولا اقبل في الكويت ان تكون هنالك في ايا كان مكاتب ايا كان متابعين او حتى كويتيين تعال انت تدخل. انا الحين اقول وزاره الاعلام تستطيع ان كحكومه كويتيه تعال هذا الستر عرب سات النايل سات تتدخل في حكم السياسه الموجوده. تعال احنا بلدنا قاعده الان تتفكك والشباب قاعدين يدخلون في هذه الامور. انا اقول قرار حكومي تستطيع منع هذه القنوات، يبقى احنا داخل البيت شيل هذه القناه، شيل هذا الامر والامور التكفيريه والامور التي تتكلم على المجتمع. شبابنا وعيالنا، هذه اهميه الوحده الوطنيه، الوحده اللي شفناها في المسجد الكبير والصلاه يعني هذه مناظر لن نشوفها في مكه، نشوفها في المدينه، شفناها في الكويت في عاصمه الكويت، شفناها في المسجد الكبير. شوف اخي الفاضل، هذه المنحه الالهيه اللي وحدت الكويتيين، وحدت التوحيد. اصلا لو تدفع ما يصير. ربك جاب الوحده هذه واطلع خلينا نقول اصاله الكويتيين في هذا الموضوع. نعم. قلت لك 3 مواقف سواء كان بالتشييع، سواء كان في صلاه الجمعه، سواء كان باستقبال المعزين من كل اطراف العالم. اقول لك يية الامير المسجد العنوان الكبير والعنوان المميز والعنوان الحقيقي لهذه الواقعة التاريخية التي لو تدفع ما تصير. في قضية أثيرت في الفترة الأخيرة، وهي قضية طلب بعض النواب من رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، وهذا سجال كان ما بين عبد الحميد دشتي ومرزوق الغانم على قضية دشتي راح لبنان وقبل راس أبو عماد مغنية، وهذا الشخص يعني كان اتهم في قضية اختطاف الجابرية وقتل بعض الشباب الكويتي. أثير الشارع الكويتي، طلب محاسبة دشتي، طلب من الدولة أنها تتخذ إجراءاته. أنتم كنواب إيش رأيكم في هذا الموقف؟ طبعا خلينا نقول كلمة واحدة في هذا الملف أو ملف مشابه، تحريكه ليس من صالح الكويت. ليش؟ واحد، لا كثير النزاعات، زين، كل واحد عنده تفكيره، كل واحد عنده توجهاته. هل احنا بحاجة لهذه نقلب ما نقلب إليه؟ أنا أقول بس أنا بعطيك بس وتوضيح، هذا نائب قبل أب لواحد متهم في قتل الكويتيين. أنا ما أبي أدخل في هذا الملف بس يعني ضروري يعني ما ودي كذا، لكن هذا قاعد يثار في الشارع الآن. أنا رسالتي للشعب الكويتي أقول الله حباكم مديرة طيبة وأمير رائع والشعب أصيل. كلمتي وما أقدر بقول لك إياها، اتقوا الله في الكويت، كل على شاكلته. على منو يتقي الله؟ كل شخص يريد أن يكون في الكويت يجب افتح لنا الملفات. على منو؟ اتقوا الله. كل واحد، شوف كل واحد أيا كان، ما ابي اتخلل فيه. بس النائب يعني اليوم لن نسمح لاي نائب يذهب الى واحد من داعش يقبل في مسجد، سوف ناخذ قرارنا. اذا دخلنا في المسميات تاريخ في ما فيه، شوف التويتر شوف ما فيه. انا اوجه نصيحه بقناعتي الشخصيه الى ابناء بلدي الحكماء المعتدلين
اللي يرى الكويت في ذاته كويت المستقبل، اللي يرى في ذات الكويت بلد الطهارة بلد الإيمان. هذا أنا أقول له لكل شخص أن يوجه رسالة نصح: اتقوا الله في الكويت، وهي حطوها فوق اعتباركم. لمن؟ لكل شخص. مرة ثالثة منهم دشتي؟ ثالث مرة تسألني السؤال. أنا أقول إذا فتحت الضبارة أسامي كبيرة عريضة، اخذ ما تاخذ، ايش حقه؟ شنو الاسماء الكبيره؟ واحمد وانت بتوصل بالاخير؟ ما بيوصل للنهايه. تبي تقول فلان فلان، انا ما نقول اسماء، تبي تقول فلان فلان، هذا يقول فلان فلان، هذا يقول فلان فلان، هذا راح ذاك. إيه ليش؟ هل احنا بحاجه الى تقليب هذه المواجع؟ بس ليش اثار الشارع؟ انا اقول الان الشارع اقوى من اي صوت طالع. هنالك في حكماء سكروا هذه الملفات، لكن من يريد ان يفتح الملفات ويعبث فيها ما راح تخلص، ما راح تخلص. دولة مؤسسات ليش ما يقدم فيها قانون؟ ليش ما يقدم اعتذاره؟ الشارع قاعد يطالب باعتذاره. هذا سؤال توجه حقه. الشيعة والسنة قاعد يطالبون يا جماعة أخطأ هذا الرجل. أبو أحمد كل شخص يتحمل مسؤولية قراره، تأييده أو عدم تأييده هذا شيء صار راجع القناعات. فتح الملفات في أي ملف مزعج. أنا أقول الكويت لن تتحمل مثل هذه الأمور أيا كان تجاهها. فأقول نصيحتي لأهل الكويت: اتقوا الله في الكويت، كل من يرى في نفسه أن طريقي يخلي هذا البلد آمن جزاك الله الخير. بطلع بحترم وجهة نظرك. ليش ساكنين على وزير الإسكان؟ أنا يمكن متبني قضية الإسكانية يا جماعة، صار لنا سنتين. في كل سنة 16,000 وحدة سكنية أضيفت على الرقم القديم. كابتن خليل يسرب، يعني قاعد أقول له إن كنت عاجز عن حل القضية الإسكانية اطلع وقول سبب عدم قدرتك. نسمع اليوم أنا وتحديته عبر هالمنبر، قلت له لن توزع 12,000 وحدة سكنية، وفعلا لم يوزع 12,000 وحدة سكنية، ما وزع على مخططات. ونسمع عن مشاكل كثير ما يجي. نطلع لجنة خدمات في مجلس الوزراء، جنوب سعد العبد الله مشكلة، وفر القائم، خلاف بين البلدية والإسكان. غرب عبد الله مبارك 600 قسيمة دخلت مجلس الوزراء من جديد. غرب عبد الله مبارك وقالوا نوقع شهر 7 ولم توقع، محتاجين 2 سنين بنية تحتية. يا جماعة يا كابتن خليل، أنا أقولها بكل بساطة، خلينا نحل القضية بالخروج عن المألوف. وكل الفنيين شركات عالمية تعطى الأداء. الدولة وفرت 220,000 وحدة سكنية أسلمها شركات عالمية، ليس البنية تحتية بس، شاء مدن حديثة كاملة من ملاعب من مسارح مثل ما كنا بالسابق نبني، ونسلمها كاملة للشركات وصمموا لنا إياها وبيعوها للمواطن بأسعار رخيصة عن طريق البنوك أو الدولة تدعم. يا جماعة لم تحل القضية الإسكانية، سنتين وباقي سنتين من عمر المجلس والحكومة، وفي النهاية ولا شيء. أسمع رأيك بكل أمانة. أبو أحمد أنا تعودت أتكلم صراحة معك وأنا وياك كل حلقاتك اللي قاعد وياك فيها، وأنا سعيد جدا أنا أقف في أمام هذا الملف الشائك، وأنا أسميه اللي يسميها قنبلة. طبعا اليوم لو تحل مشكلة إسكانية ما حيطالب زيادة. صح. اليوم لو تحل مشكلة إسكانية ما حيطلع بالشارع. اليوم تتكلم مشكلة إسكانية ما عندك خلق بالمجتمع. لو تحل مشكلة إسلامية حتى ما تشوف الطلاق، ما تشوف الزواج، الناس يتزوجون، مو متزوج لي 400 350 غير كويتية. نعم. يعني حلها تحل معظم مشاكل الكويتيين. خلاص مفتاح سحري. خليني على الواقع. هذه المشكلة خلينا ولا تبخس الناس وأشيائهم السابق والحالي. هذا الملف لما جت الحكومة اللي هو في عهد الأخ الوزير أبو حسن ياسر أبل، كان في عندها رصيد 110,000 طلب إسكاني. نعم. وكان عندها طلب سنوي متزايد مو 8,000 تحت 9,000 هذا الطلب الإسكاني 8,000 وكسر، ووصل الانتظار إلى 17 سنة. زين، يعني الواحد ولده بعد سنة قبل نزوج من 18 زين، ظل يقعد في بيته هلا ولا بيت أبوه، قاعد بعد يبي لك أسر أبو طابقين حتى تكفيهم. زين، إذن في مشكلة موجودة. المشكلة الرئيسية كانت موجودة في الكهرباء بالبنية التحتية. زين، خلينا نوصل لك على حل. فلذلك دشوا في الزور الشمالية ودخلنا في صراع شمال يمين، ومشت الآن وماشية بدربها 1500 ميجا وات و600 ميجا وات. احنا محتاجين الطاقة الكهربائية الموجودة حتى تستطيع أن تبني المدن، لا تستطيع تبني. هذا جانب.
انا اتفق وياك بان حاله البيروقراطيه الكويتيه حاله فريده، وحطها بالجينيس ريكورد. الكويت شاطره بالامور هذه. كلامك المقترح اللي تفضلت فيه مقترح حقيقي يا اخي. انا امسك هيئه الاستثمار اللي قاعد تستثمر برا، تعال يبا فلوسكم مليارات، تعالوا سووا حق شعبكم واخذوا فلوس مقابلهم. صح، قاعد مو ببلاش، مو ببلاش. ما تقول لي انا ما استثمر داخل الكويت، لا استثمر ويجيبها الشركات العالميه. نعم. وخل التاجر هم يستفيد بس شنو؟ اكو رقابه، الكل يستفيد والكل يستفيد، اكو رقابه. هذه الرقابه قالوا اراضي ما قصر وزير النفط، ما قصر وزير الدفاع، ما قصر الجهات الاخرى مال الزراعه والاخوان كلهم عطوا الاراضي. زين خلاص بالاراضي، المال موجود. زين اليوم انا اقول لك اياها بطريقه او باخرى. نظره الاخوان في وزاره الاسكان وفي الحكومه متوجهه الى ان يكون هنالك في نوع من الاطمئنان للشعب الكويتي. ترى لكم اراضي لكن انا ما اقدر اسوي البنيه التحتيه. ليش؟ قال الكهرباء. طيب كلامك في محله. نجح يوم من الايام الديوان الاميري في حل مشاكل معينه. انا اقول يا هيئه الاستثمار، انا ما اخذ لك من هنا اقول لك يا هيئه الاستثمار اللي رايحين بعد كم يوم حق مكتبهم في لندن على قضايا ثانيه، اقول يجيبوا فلوسكم وحطوها لها الكويت. ايش حق تدخلون في البورصات اللي تخسرون فيها؟ ايش حق تدخلون في استثمر في الكويت. انا اضمن لك كل فلوس الدوله اللي مخصص لها 12 مليار دينار كويتي حق الاسكان، اخذها انت، اخذها انت يا مسلم. اتفق وياك ان لا يمكن بالعجاله تسوي هذا الامر، لان اساس منظومه السكن غير متوفره. اخذ الحلول اللي قدمناها. حلو. طبعا احنا نقول المواطن الكويتي على الاقل حصل الارض. وين الحين صارت مشاكل ان اراضي اللي فيها مثلا قالوا ان بعض الاراضي فيها تلوث كيماوي نووي، ما كان فيها اي والله الامور. فيبدو ان هنالك في بعد اخذ وعطى فيها. شوف قبل بالكويت خلينا نسميها ايام الستينات والسبعينات، الحكومه كانت توزع بيوت يسمونه بيت البلديه. بيت شنو؟ بيت البلديه. صح. مناطقها انطر دورك لما يجي دورك. قدمت مشروع متكامل. قلت حق الكويت يا حكومه، رحت مع وزير الاسكان السابق، مع وزير الدوله، مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الامه بحضور 25 نائب في ما قصر الاخ فيصل الكندري في بالربيع. قعدنا قاعده كذي مع النواب وطرحت الفكره وخذت تأييد. تطبيقها كنا حط عصا في الدولاب. الفكره كالتالي يا جماعه الخير، المواطن يدفع 400 و500 و600 و700 حق اجاره، والحكومه تعطيه 150 دينار شهريا حق بدل الاجاره. 2 مليون 230 مليون دينار كويتي سنويا الحكومه تدفع بدل الايجار. خلصنا؟ قلت لهم انا اضربهم ب5 مليار، 5 مليار دينار. يا اخي يا دوله يا حكومه، في المناطق اللي فيها كهرباء اللي قلنا سبب مشكلتنا، المناطق اللي فيها بنيه تحتيه الحضريه نسميها، بخيطان، بفحيحيل، بصليبيخات، بالمناطق بالسالميه، وايد مناطق. اهدف الى 10,000 وحده سكنيه، 30,000 وحده سكنيه، وسوي له شقه 10 سنين يبا تقعد فيها، لا زياده اجار. لا الكويتي يدفع لك 150 مالتك. نعم. وتصير اصول للدوله. طبقوه. عط مواصفاتك لاي عماره، عطني المواصفات، والمواطن اذا يبي يشتري بهالشقه بالعماره بهالشقه نعطيك انا هذا المشروع اللي قدمته مع الاخوان الزملاء اللي شاركوني فيه، كنا نرمي ان نخفف من كاهل المواطن اللي ما يبقى معاشه شيء، وولده يكبر ما يقدر يسوي له ولا شيء، حتى السياره بيأجر له بالاقساط بياخذ له، وحتى اذا الدراسه خارجيه من جيبه هم ما يقدر اذا ما حصل له. اذا انا بحل مشكله موجوده. قلت له ما تنحل هذه المشكله الا بقرار. هذا القرار مفقود. قرار يبغى انا ما داش بالحسن. التجار شوي يوقفونا مثل ما تفضلت. اتفاق مباشر مع الشركات. نعم. تقول لي احد الشركات المهمه، بس اقول اسمع خلي المشروع حتى لا ندخل في التسميات. شركه هونداي عالميه. سالته قلت يا اخي هذا المشروع سويتوه في الكويت اغلب اللي سويتوه في هونغ كونغ بحالي 35%. كان يقول لي بتفق وياي مباشر اوفر لك 35 مليون 35%. خلصت من الوكيل. زين الوكيل. اذا خلال سنتين شركات صينيه تقول انا ما منك شيء، احوط ويب ربعي واسوي لك واسلم لك، حتى كهرباء ما منك، انا ارتب اموري. يا حكومه
يا اصحاب القرار، وكلامي موجه حق وزير الاسكان، كلام موجه حق رئيس الحكومه والاخوان المعنيين، دشوا في هالشيء هذا. والله الشعب يعني يذكر لكم بالخير في الشيء هذا. الان شنو معطلكم؟ ما اعرف. شنو مسوي لكم؟ ما اعرف. القضيه الاسكانيه اوجهها لسمو رئيس مجلس الوزراء ولكل وزير ياسر ابل، حلوا القضيه الاسكانيه، ومثل ما قلت لن يطالب الشعب دينار واحد زياده. والله ما يطالبون. انا بوفر على الحكومه، يبغى فلوسكم وراحت برا، صارت لكم املاك، اصول صارت لكم. طرحتوا الافكار على رئيس موجوده على ياسر. انا للاسف يعني انا ما ادري اللجنه الاسكانيه رفضت المشروع. ليش؟ بس راح يجي المجلس وكيفهم، هذا رايهم، عندهم ايا كان التوجه. انا قاعد اتكلم حل. لا يمكن ان تجيب 12 مليار بالوضع دينار اللي احنا ماشيين فيه لا يمكن حل القضيه. يعني هذا عتبي على الاخوان بعد تصويت، نحترم التصويت الموجود. انا بختصر القضيه الاسكانيه بالتالي. انك تجيب يعني مره واحده تحط الكرانات تشتغل في الكويت وخلال 5 سنوات تجيب لك 100,000 وحده سكنيه، مستحيل. اليوم سعر النفط قاعد ينزل، لا يمكن الدوله توزع المبالغ كلها على مكان واحد، صحيح انه مهم ولكن راح تاخذ وقت. اذا شلون تعالج المشكله الثانيه؟ غلاء الاجارات والمواطن ما عنده شيء، لا مسوي شيء، لازم نسوي شيء. اذا ما يكون هذا الشيء موجود، انا اقول ترى السخط موجود من الشارع. المواطن ما يجمع شيء، جامعي متزوج معاشه ما يتعدى 1000 دينار، هذا جامعي 500 دينار اقل اجر، زين خدام وما اعرف ايش واقساط سياره، والله ما يقدر يوفر. الناس تقول يسافرون، قلت تعال يسافرون، الله معطيهم الخير يسافرون، لكن اغلبهم الناس ما يقدرون يا جماعه. اذا سافر 100,000 مقابل 1,100,000 قاعد بالكويت. احنا والله ايش اقول لك، احنا صراحه عندنا اذا سافروا البحرين او ردوا الامارات والله شو يسوي العيال تقولوا له والله خلينا نشوف نفسنا وين موجودين. والله يا اخوي انا اقول الله معطي الخير، الكويت تحتاج الى هذا القرار. والله سوف يشهد التاريخ ان حلوا القضيه الاسكانيه بتحليلها. اول شيء تخفيف الاجارات، التوجه مثل ما تفضلت الى العقود المباشره دون التاخير الى مناقصات، لن يحلها الا مثل هالقضايا. هذا الخروج على احمد، انت حطيت صبحك على الجرح. لو يمني اي وزير اسكاني لا يصلح يحل المشكله الاسكانيه بهذا الوضع، ما تنحل. لو عنده اللي عنده ما يقدر لان هذه المقومات الموجوده. يجتهد الرجال، يجتهد ذاك، ما يقدر، هذا واقع. فلذلك المشكله اكبر من الرغبات والاماني. قرار حاسم، خاصه في وجود مجلس متعاون اليوم ومجلس وزراء يجتمعون، طلع القرار مثل الكثير من القرارات اللي طلعت. تصدقني خلال السنوات ما راح نسمع القضيه. هذا راح يكون القرار التاريخي مثل القرار التاريخي اللي اخذناه في المجلس قبل بعد الازمه، وهو قضيه الدي ان اي. صح. هذا قرار. كلمنا عن القضيه. قرار ليش مهم هالقانون؟ ليش السياسيين خبراء امني يقول لك اهم قرار هذا؟ شوف هذا القرار ما راح يصير بهالمجلس الا بهالمجلس هذا. زين؟ وهذا القرار عطى المؤسسه الامنيه القدره الكافيه للوصول الى الجريمه والوصول الى من يريد ان يعبث بهالبلد ايا كانت خلاياه وتوزعاته. الان اكو ناس يعني ما تعرفهم ولا تعرفهم، فبالتالي هذول الناس اللي محسوبين على التيارات، مو التيارات، خلينا نقول على الناس اللي هم اصحاب التفجيرات واصحاب الافكار الشاذه واصحاب التطرف من اي مله. هني لما تدخل في ملفه وتبتدي تنبش فيه، طبعا هذا طبعا حطيناه احنا لاسباب امنيه فقط، حطينا له اياه. ما يصير تيجي تفتح الملف وتقول انا بشوف شنو عنده، لاسباب امنيه فقط. وبالتالي هناك رادع موجود، هناك رادع يقول اوف راح اتم عيالي باكر لو صدق اني انا محسوب بطريقه او باخرى او تجنست بطريقه او باخرى، او انه وصلوا بالجريمه الى اهلي من خلال الدي ان اي. هذه شغله بروحها. بس توضيح، الكل حيعمل الدي ان اي؟ اعطيك اياها بالاخير. كل من يطلع بارض الكويت، كويتي ولا غير كويتي، لازم يناديها هنا. زائر مو زائر موجود في الكويت لازم يصير له ملف دي ان اي، لازم تصير القاعده البيانات موجوده هذه عن طريق الفحوصات اللي راح يسوونها. طبعا هاي السيستم راح يصير لها موجود. وكل الكويتيين اللي بالبلد، انا اقول لك كل من يطأ ارضه ريله بارض الكويت يكون عنده، لازم عنده بيانات، قاعده بيانات موجوده عندي انا. حلو. يعني الان هذا القانون اللي تم انا اعتبره دافع، قصدي ركيزه اساسيه في المؤسسه الامنيه. اتمنى. انت ما عجبك قانون الجرائم الالكترونيه، وكان لك مقطع شهري يعني نبهت الناس اللي تكتب لتويتر والواتساب
واعتبرت ان مواد ضمنت عقوبات مغلظه ومبالغ فيها. على الرغم من هناك يعني من راجع القانون يقول لك على المخطئ اللي يخطئ برسائل عبارات، مش الانسان العادي. ليش وقفت ضد القانون الجرائم الالكترونيه؟ طبعا انا اتكلم على المبادئ. المبادئ الحقيقيه. احنا عندنا قانون واقعي، وهذا قانون جاي على الشيء الافتراضي. قانون الواقعي اللي فيها الجريمه وفيها العقوبه، مخصص لها العقوبه. كويس. هذه الان تعدت العقوبه الواقعيه. يعني مثلا انا اجيب مسدس واحطه على راسك، هددتك، لك عقوبه معينه ب3 سنوات، الماده مالتها مثلا. زين؟ مثلا انا اقول لك وياك انا هددتك بالتويتر بقتلك، اخذتك. عندما تجد العقوبه في القانون الافتراضي تتعدى العقوبه في القانون الواقعي، لا والله ما نقبل. اذا انت سحبت على كل شيء. يعني بالتويتر لما يهددك واحد يقول لك لا، في فرق لما يهددك بلسانه او واحد يكفر. انا ما اقول لك لا فيه، انا اقول لك لا تتعدى الجريمه، لا تتعدى العقوبه الموجوده في القانون الواقعي، قانون المكتوب. يعني القانون في خلاف بين القوانين، تضاد بين القوانين. انا بالجلسه قلت بالجلسه ان هذا واحد الماده كذي، الماده ما تحضرني الان، المواد هذه كلها شوفوا شلون قارنها بالواقع الموجود. اذا احنا في عندنا مشكله. ذاك نصحت ابناء الكويت، قلت لهم اللي ما في شده على نفسه يتحمل، مو قادر يمسك نفسه وينفعل، لا يوهق نفسه بالقانون. يعني لو اخطا حيكون عقوباته مشدده. شايف انت؟ في 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين، شاب انفعل بشغله معينه، دخل في مسبات ودخل في ايا كان نوع المسبه، سياسيه، اجتماعيه، ايا كان اكو. نعم، هذا القانون عندما تسرب معلومات مهمه عن البنوك، تطلع عن شركات، تطلع تسوي لك جريمه، في لها جزء معين، وفي مواد ما هي واضحه. انا قاعد اقول القانون طبعا يعني قضيه يعني تصوير وابراز مستندات. لا شوف، كل شيء له عقوبه. شنو؟ انا قلت لهم هذا خلاص قانون صار قانون، بس انا اسجل للتاريخ موقفي بالنسبه حق الموقع. زين، اللي يبرز مستند فيه فساد يعاقب طبعا. كل شيء انت تملك، ما دام انا اشوه سمعتك وانت في هذه السمعه تضررت، ياخذك القانون، ما في روح تعال فيها. احنا صار عندنا برحه كبيره جدا. بس برجع لنقطه تهمني هذه النقطه. واحمد، السبعينات والثمانينات ما عندنا ناس مشغوله بحياتها الاجتماعيه، مشغوله برزقها، مشغوله حتى بحياتها الطبيعيه تستمتع فيها، اذا كان كره، اذا كان فن، اذا كان طلعات بر. الحين طلعات البر يقول لك مخيمات تثقيفيه، طلع تروح مدرجات فاضيه، بس بهالتويتر راقع بهالتويتر. يعني يا جماعه والله الناس يقول لي واحد تحت رمضان السنه حتى بروح اقرا القران شوف التويتر، قلت شو السالفه؟ اذا احنا مجتمع كل ما خلصنا صلاه بطلنا يقول ما ايش صار فينا. اذا هذا المجتمع اصبح هذا الجهاز طاغي عليه، وهذا تدري انسان فعال. انا معي دقيقتين بس اسك. احنا نتكلم على الفراغ وليش شبابنا في التويتر. نعم. وطول الوقت بالتويتر. نعم. الانديه الرياضيه مسكره، تروح على الحرف الصناعيه يقول لك ماكو، قسائم صناعيه خصصوها للشباب الكويتي ماكو، افتح رخصه تجاريه من دعم المشروعات الصغيره يقول لك اعطيك 100,000 ادفع لي 60 و40. انا لو عندي 60,000 شاب و40,000 جيتك يا بنك صناعي قلت لك عطني دعم المشروعات، ليش ما سالتوا على المليارين اللي سويتوا فيها حل الشباب الكويتي؟ سد والله سويتوا. واحمد، احنا نقول هذا المجلس انجز بالقوانين التشريعيه، لكن وين الغلط؟ انا اقول لك، عندما تقر قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه 2 مليار دينار، وين هذا؟ سنتين الحين ترى سووا فيها هذه الحكومه. مجلس ادارته ما حد حاسبه. إذا تجد بعض المؤسسات والهيئات الموجودة 7 أشهر عشان تحط لك اللائحة مالتها. يا جماعة الخير، يا ما احنا نكون قد الشغلة. أنا أعتقد المجلس القادم، هذا أخذها مني أنا، المجلس القادم مجلس استجوابات، لأن الوزراء أخذوا فرصتهم الكاملة بكل من يثبت عليه. بس أوقف العقاد القادم يشمل استجواب آخر السنتين، خلاص أعطيناكم المهلة السنتين. أتوقع من بدايته من بدايته استجوابات. الان اخذتوا 4 اشهر ذيك المره او 3 اشهر اجازه سابقه، والحين 3 اشهر جايه، ما عندك عذر.
الان يا الشخص المسؤول يا وزير، الشخص المسؤول يا مسؤول، انك انت تقول والله انا عندي عذر ما طبقت المشروع الفلاني والقرار الفلاني، ولا خلاص ما عاد في تشريع شرعنا. باقي سنتين. أنا سنتين سويتوا وطلبتوا استقرار سياسي كان عندكم كل القوانين غريتوها. ما عندها الحكومه، اقول لك اياها من الان، الحكومه ما عندها عذر. خذها مني انا. فشلت الحكومه اذا ما انجزت خلال الاشهر الجايه. انا اقول لك، انا قاعد اقول لك في قوانين في نهايتها الان. انا اسمع ان قانون التامين الصحي للمتقاعدين على وشك ظهوره، ان شاء الله يظهر على خير. وين كان وزير الصحه؟ زين هذا واحد مهم، موعدين مشارتين. وين هيئه الاغذيه؟ شكلوا ووزعوا كراسيها وقعدنا. خلها الحين يعني كابتن، يعني انا اتكلم على انجاز كان من الحكومه الحاليه. شوف انا اقول لك شيء، كمجلس قدم رساله حقيقيه بالانسجام مع الحكومه. نعم. قدم رسالة حقيقية برقم الإنجازات بالقوانين الموجودة. الآن انتهى دور الإنجاز التشريعي، جاء الإنجاز الرقابي، وذكرك في الحلقة هذه كلها. إحنا اللي تشوف، خليني أبتدي من بداية من نهايتها. دقيقة معي، دقيقة. أنا أقول عشان الكويت، إحنا نتكلم على الثقافات الموجودة، لازم نعدل نفسنا. يكفيني داود الشريان هذا، انا وديك اليوم احطه قدامي، هذا شلون يتكلم من حلقه قلبه على ابناء وطنه. اذا احنا ما نشوف هذا اللقاء اللي اسميه انا الوطني الحقيقي من ابناء الكويت، احنا اذا ما نعالج الخلل بالثقافات لن نستطيع. حلو. هذا واحد. اثنين، انا اقول ادعوا ان الله يطول بعمر الامير. والله صمام امان لهذه الديره، والله لن تجد غير. الآن كلمة أخيرة لإخواننا في الساحة في الضفة الثاني من النهر، كانوا يتكلمون عن مجلس بصوت واحد. أنا أقول لهم اللي يرى صوت الواحد غير ملائم له يرتاح وخلي الشباب الجدد يدشون. حلو. يعني باختصار قبل ما أختم، العقاد القادم مجلس الأمة مع الحكومة في صدام. أتوقع ذلك من خلال المعطيات الموجودة. ما عندك خيار قدام الشارع، تحاسب، شرعت تحاسب. والشعب بعد سنتين حيحاسب انه ليش ما حاسبت الحكومه؟ طبعا. 4 سنوات طبعا. لم تنجز. طبعا مؤكد. الحين اقول في تعديل وزاري جاي، قرار يملكه سمو رئيس الوزراء. النائب خليل الصالح، انا استمتعت وياك وشكرا لك على صراحتك ويانا، ويعطيك طول الله يحمي الكويت ويحفظها. امين. اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه برنامج وجه لوجه. ادعو الله ان يحفظ الكويت اولا، الله يصلح الحال.